في نص زحمة شارع المعز. فجأة الدنيا هديت، والقهوة المقفولة من 30 سنة نورها ولع من غير سبب. وقبل ما أفهم اللي بيحصل سمعت صوت خارج من جوه الحيطان قال: ما تهربش، احنا شفناك. ساعتها حسيت ان الارض تحت رجلي بدأت تتنفس. سحر اسود في البيت ده، محدش هيسمع صرختك، فاقفل النور واستعد. تعرفوا شارع المعز؟ مين فينا ما يعرفش الشارع اللي كله انوار وريحة البخور طالعة من كل ركن، والناس ماشية رايحة جاية لحد نص الليل. انا بقالي 40 سنة في الشارع ده، شايفه ليل ونهار، وعارف كل تفصيلة فيه، وكل حركة صغيرة الناس بتعملها، كل سر صغير. لكن اللي ما تعرفوش خصوصا ان في نص الشارع ناحية بيت السحيمي كان فيه قهوة صغيرة، حيطانها مشققة، الكراسي الخشب بتاعها لونها مطفي، كأن الزمن شاف فيها اللي محدش شافه. الناس كلها كانت بتسميها قهوة زينهم. القهوة دي ليها طابع غريب شوية، اللي يدخلها يحس ان الزمن واقف جواها. ريحة البن فيها غريبة، فيها حاجة كأنها مش مجرد بن، كأنها ريحة ذكريات محبوسة. الهوا جواها كان ساكت رغم ان الشارع برا مليان ناس وصوت ودوشة. صاحب القهوة كان اسمه رمزي، شاب في أواخر التلاتينات، ورث القهوة دي عن جده زينهم الكبير. راجل غامض، وشه كان مكشر وصوته كان تخين. كان دايما يقول لرمزي إن الأرض دي فيها سر، واللي يفتح السر بيتبلع فيه. رمزي كان بيضحك وافتكرها خرافات، لكن كان في ركن في القهوة جنب الحيطة اللي ورا محدش كان بيقعد عليه. كل ما حد يقعد عليه القهوة يا تتكسر يا إما الشيشة تولع لوحدها. سألت رمزي في مرة ليه الركن ده فاضي، كان يقولي إن جده كان بيبصله بخوف ويقوله: من تدخل فيما لا يعنيه شاف ما لا يرضيه. الليل هناك كان دايما له شكل تاني، المصابيح الصفرا كانت منورة الشارع كله إلا قدام قهوة زينهم. النور كان خافت تماما وكان مكسور، كأنه مش عايز ينور أصلا. وفي آخر الليل لما القهوة كانت بتفضى، رمزي كان بيقفل باب الحديد ويقعد يعد الإيراد زي عادته. لكن اللي محدش غيري كان يعرفه إنه كل ليلة كان بيسمع صوت جاي من تحت البلاطة، صوت همامة كده، وبعدين كلام بلغة مش مفهومة. وفي أوقات الأرض كانت بتهتز جامد كأن حد بيتنفس. رمزي كان بيقول يمكن المواسير، لحد الليلة اللي النور قطع فيها. الشارع كله سكت والضلمة غطت على المكان. شم ريحة عفن وريحة تراب مبلول بدم طالع من الركن المقفول. ولما مسك الكشاف وبص شاف الحيطة متشققة والدخان الرمادي طالع منها، وفي وسط الدخان ظهر ظل راجل لابس جلابية قديمة، وشه مش باين بس صوته كان واضح. كان بيقول: رجع اللي اتاخد يا رمزي، رجع اللي اتاخد يا رمزي. رمزي وقع الكشاف والنور قطع، وساعتها سمعنا كلنا صوت طرقعة تحت رجليه كأن باب قبر بيتفتح. وقتها افتكرت كلام الناس. الأرض دي زمان كانت زاوية في الدولة الفاطمية. الزاوية دي ما كانتش للصلاة، كانت لساحر اسمه الشيخ مرجان. الشيخ مرجان كان بيقعد في الأيام ما يخرجش من جوه، والناس كانت بتسمع أصوات غير بشرية. الناس اللي كانت بتدور على الكنوز كانت بتروح وتدفع دهب، لكن كل اللي يدخل ما كانش بيخرج. كانوا بيقولوا مرجان بياخد الأرواح بدل الدهب. وفي ليلة سمعوا صوت صرخة الشيخ مرجان، صرخته اتحررت بس الروح مش راضية تمشي. ودخلوا تاني يوم لقوا الحيطان مملية رموز مرسومة بدم، ورسم الوش كاهن فرعوني مكتوب تحته عن خيف هنخنسو. وبعدين حصل حرائق كتير في المنطقة، لقوا باب حجري عليه نفس اسم الكاهن ده كان من معبد آمون في الأقصر، كان هربان من اللعنة، مدفون حي ومعاه روح حارسة. زينهم الكبير صمم انه يشتري الأرض رغم ان الناس كلها حذرته،
وقال اللي يخاف ما يشتريش. وقت البناء العمال لقوا حجر غاطس في الأرض عليه وش الكاهن، قالوا يشيلوه، لكن زينهم صرخ وقال سيبوها دي البركة. ومن يومها وشه اتغير وبقى عصبي ومرعوب، وبنى أوضة ضلمة مخصوص عشان تخبي البلاطة. رمزي وهو صغير كان بيسمع صوت بيندهه من جوه، كان بيجري لجده ويقوله البلاط ده ما يتشالش، ده شر ملوش آخر. زينهم مات، واللي غسله وقال وشه كان عليه نفس الرموز. القهوة من يومها ما نامتش. رمزي بقى يشوف كوابيس، أرض سودة وحفرة ونار وصوت بيقول احذر يا رمزي، اللي تحت مش بشر. وفي يوم دخل زبون غريب بجلابية سودة، قعد في الركن المحرم وقال لرمزي ما تحفرش يا رمزي، الأرض دي مش أرض بشر. ساب الكوباية المية فيها اتحولت لسواد، وفي قاعها مكتوب رجع اللي تحت البلاط. وفي ليلة رمزي جاب عمال يشيلوا البلاط. أول ما شالوه ريحة مقابر طلعت، وعلى الحيطان ظهر حاجة مكتوبة اللي هو اسم الكاهن عن خئف خنسو، حراسك حي. العمال جريوا ورمزي نزل الحفرة، التراب اتحرك. فجأة الدنيا ضلمت وظهر ظل طويل، صوته بيقول مين اللي شال البلاط؟ روح الحارس ما تسمحش بالفضول. تاني يوم رمزي لقى على رجله تراب المقبرة، القهوة بقت تتحرك لوحدها، والكراسي بقت بتتلزق، والإزاز بقى بيتكسر، وصوت الهمس بقى في كل مكان. ما تحفرش يا رمزي. وعلى الحيطان طلاسم دم ظهرت من نفسها. الليلة الأخيرة سمعناه بيقول لحد مش موجود رجعتك سيبني، وبعدين صرخ. لقى وش رمزي محفور على البلاطة بابتسامة نصها ألم ونصها رضا. القهوة اتقفلت، لكن الحكاية ما خلصتش. بعد أسبوع في ليلة الدنيا مطرت، اتولد ولد من المنطقة كان اسمه ياسين. شاف الشق اللي في الحيطة اتفتح تاني، والمرة دي كان في شق تاني في السقف، والرموز كانت عمالة تتمد كأن المكان بيكبر. وبعدها ناس شافوا شوقي الجزار ده الزبون اللي اختفى من 15 سنة، كان قاعد جوه بنفس هدومه وكان بيصرخ الحقوني لسه تحت. الرموز ظهرت على الجدران، ظهرت على كل بيوت الجيران. وست ساكنة فوق القهوة لقت ابنها مرسوم على ظهره وش الكاهن اللي عليه البلاطة. صوت رمزي بقى أتعس وأتقل، وفي ليلة اتقال بوضوح اللي يدخل ما يطلعش. بعض الناس شافوا ظل بيشبه الشيخ مرجان واقف قدام باب القهوة ويقول لسه في عهد ناقص واحد. العمال اللي حفروا الشارع شافوا حتة القهوة بتتنفس، والشرطة لما دخلت لقوا البلاطة اللي عليها وش رمزي مش في مكانها، والكاميرات صورتها وهي بتتحرك زي كائن حي. والأرعب إن صوت الطفل كان بيضحك جوه القهوة، وفي بصمة يد صغيرة على الزجاج من جوه، واسم الكاهن برضو كان مكتوب بخط طفل صغير. القهوة لحد دلوقتي كل ليلة الساعة 3:17 الفجر كان بيطلع منها ريحة بني محروق، وصوت خفيف كان بيقول لسه اللي اتاخد مرجعش كله. وبعدها بهمامة كأن القبر بيتنفس، وكان اللي يعدي لو قلبه جامد ويسمع صوت رمزي اتفضل يا باشا، قهوة دينهم دايما فاتحة. وفي النهاية نتمنى تكون القصة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وشير، وتستنوا معانا القصة الجديدة، لأن مع قناة سحر أسود الرعب لسه مبتدئ.